إن كبير مستشاري قائد ألمانيا دار فيوغر السيد أدولف هتلر لم يكن إلا جزائري من بلاد القبائل يتقن اللغات ويعرف التواريخ وعارف بالثقافة العضوية لهذا البلد. وقلت لهم هو جد الهاشمي شريف رئيس حزب التحدي السابق. يبان مبالغ فيه، لكن حقيقي أن الدستور الأمريكي كتب خوفا من الجزائر، وهذه موثقة، وهذه المفروض تستحق أنه يطرح عليها الضوء كليا لأنه موثقة، مصادر مذكورة عنه. ممكن حتى الأمريكان نيفي البحرية الأمريكية وجدت بسبب الأسطول الجزائري. بالضبط. بعد استرجاع السيادة الوطنية فقال مرشد الجزائر مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الاستقلال: يا محمد مبروك عليك، الجزائر أرجعت لك. كان لي الحظ أن أتذكر اللحظات الأولى من ازديادي وهي تستطلعني الآن وأنا في الفراش أرى النافذة وأرى السحاب وأنا نائم في الفراش في الساعات الأولى من حياتي. لازم تربية بيداغوجية، لازم توجيه إعلامي باللي الجزائر هي أكبر قوة زراعية في العالم. بالتالي لما نقنعوا الجزائريين باللي هذا زيت الزيتون هي أحسن زيت زيتون في العالم وتعتبر دواء وما كانش منافس تاعها في الأسواق، لما يعرف باللي التمور الجزائرية هي كلها فريكتوز، التمور تاع بيسكرا الواد ونتاع الثورة هي فريكتوز، وكل التمور في العالم هي كراميل. لما يعرف المواطن الجزائري بأن عنده أحسن تفاح في العالم، أحسن ليمون في العالم، أحسن عنب في العالم، هنا ويعرف باللي نقولوا للمواطن الجزائري باللي راك في سنوات قليلة راك رايح تسبح من أكبر الاقتصاديات في العالم أو لا أكبر اقتصاد في العالم. أول من فسر القرآن جزائري. سألوا داعية في حصة تلفزيونية قيل له: أي البلدان تتمنى أن تقضي حياتك ثم تدفن فيها؟ قال: المدينة المنورة. ثم أردف: والجزائر المنورة. قطعه المذيع، قالوا: المدينة المنورة نعرفها، الجزائر المنورة. قالوا: ألا تعلم أن بقطرة كل دم شهيد هناك نور يصعد من الأرض إلى السماء؟ أنت رئيس حكومة الجزائر المنورة. أعطيت لك أرقام قبيل، قلت لك استقطبنا أكثر من 300 مليون و300 ألف سائح. 32 مليون هكتار من هذه الأراضي تاع 40 مليون من الأجود في العالم موجودة عندنا. أي دولة تتجرأ للجزائر يكون في علمهم أن الارتداد راح يلحق من أبيجون إلى لندن. الأرقام التي نستخدمها الآن هذا 1 2 3 يعني اسمه 1 2 3 وهذا اللي نسميوه اللي نعتبرها هذه الأرقام أيضا تم اختراعها في بجاية. أول ما تم اختراعها في بجاية، هذا مهم جدا. من علم الفرنسيين الرياضيات؟ من علم؟ نحن الذين علمناهم الرياضيات. كانوا يعرفون يحسبون؟ لا. الفرنسيين؟ لا. كانوا يعرفون الفيزياء؟ لا. أو جاوبت تعلموا في الجزائر. الكيمياء؟ طرحت لهم اسما ثانيا أو إشكالية ثانية، قلت لهم إن دولة البرازيل اسمها مشتق من قبيلة توجد في ولاية مسيلة. جاتني سفيرة لا سويس وقالت لي بلادكم أكثر من بلادنا. جاتني سفيرة الصورة هذه من الجزائر، قالت لها بلادكم خير من بلادنا لا سويس. سويسرا من ناحية الطبيعة، من ناحية كل شيء، من ناحية حتى السكنات الاجتماعية اللي يمنحها. شو هذاك خرج رجلو وبقى لي بوط حاصل في الغيس ما بغاش يخرج. الدولة للمواطن بصفة مجانية بشهادة شاهد من أهلها. خير من سويسرا. كيف خير من سويسرا؟ لأن عندهم توجيمهم. ولا سويسرا ما عندهم. ولاد فايت أحسن من سويسرا. أحسن سويسرا شي كواس تهضر على سويسرا؟ لا، أن عندها حيوط. الحيوط هذوك مسبوغين مليح، راح نلحقوا لهم.
هذا هو صمام الأمان الوحيد اللي بقي للمسلمين بعد الله عز وجل في الجزائر. التاريخ يعيد نفسه. الجزائر عندها جذور تاريخية تمتد لأكثر من 3000 قرن. أولا لابد أن يعلم الناس أن هذا الجزائر وقف إسلامي، وقف إسلامي. الحرقة غادي تولي عند قريب، تولي من أوروبا ترجع للجزائر، من أوروبا ماشي أنت ترجع. شوف الشعر الأصفر جاي من أوروبا جاي للجزائر يحوس على خدمة. اللي يعرف إخواننا في الغرب في تلمسان ولا في وهران الساعة الكبيرة اللي تتعلق في الحيط ولا يسميوها المكانة. هذا اسم جاي من اسم يسمى المنجانة. المنجانة ساعة خدمها مهندس جزائري اسمه ابن الفحام في القرن الثامن الهجري. وانتم تاريخكم يرجع إلى سنة 96 هجرية في الإسلام. أول مسجد بني في الجزائر. ما صاحبي إلا حمدنا الله على الكاميرات باش نشوفوا هذا الشيء. سي تري اميزون هادشي. مسجد المهاجر أبي دينار في ميلا 96 هجرية. دعوني أيضا أقول إن من الشباب الجزائري هناك لدينا شاب جزائري من الأوائل المخترعين لشات جي بي تي، هو الأستاذ فؤاد بوسطوان، هو أحد الشباب أوائل المخترعين لشات جي بي تي. مهيني نابغين، ويمكنكم الاطلاع على يعني سيرته في هذا المجال. هذا يا سيدي أقدم كسكاس في التاريخ. هذا قطع هي شظايا لكسكاس عمره أكثر من 25 قرن، ظهر في ولا لقيته أحد الحفريات الأثرية في أقبو في بجاية في غار الجبل. الجيش الوطني الشعبي مجموعات الدفاع الذاتي، وأصبحت مثالا يقتدى به في محاربة الإرهاب في العالم كله. مجالس الصحوة في العراق منين جابوها؟ نتاعنا احنا. اهلا بكم. هل سمعتم مشاهدينا الكرام بقصه الصخره الطائره التي حملت على ظهرها الشيخ عبد العزيز بالحاج، وانطلقت من بلديه شارف بالجلفه وحطت بمكه المكرمه لمساعدته على اداء مناسك الحج. نرحل بكم الى ولايه الجلفه وقصه الحجر الذي حاكمته فرنسا باعدام سنوي رميا بالرصاص. الدم نتاعنا فيه الكوريات البيضاء والكوريات الحمراء والكوريات الخضراء. الكوريات الخضراء تاع الدرابو تاعنا نائمه. هذا طير يا أحبة رسول الله وهو اللقلق، أخذ من العلم تاع فرنسا، بدأ يتمزق شوية، أخذ منه يأخذ منه ويبني منه عشه، يبني العش نتاعو من العلم تاع فرنسا. تفطنت فرنسا لهذا الطير، صنع العش نتاعو من علم فرنسا. وش دارت فرنسا يا أحبة رسول الله؟ ألقت القبضة على هذا الطير وقصت جناحيه وأدخلته في السجن مع المجاهدين. وهذا الطير يا أحبة رسول الله عندما يوضعوا له الأكل ما يأكلش. لماذا؟ لأنه يرى الفزع نتاع المجاهدين يعذبون. لم يكن عبثا أن الله سبحانه وتعالى أنزل الحديد في الجنة. عادي يا صاحبي، الطير ما ياكلش ولا القط ولا أي حيوان، كتحيدو من الميليو ديالو كتديه لشي ميليو واحد آخر، في ديك اللحظة بالضبط كيقرر أنه غيموت وما غياكل ما غيدير والو حتى يموت. راه ماشي حيت كيشوف الظلم ولا حيت كيشوف، لا، هادشي راه لانستانكت انيمال. فاش كتبدل ليه الميليو ديالو لشي ظروف اخرين ما كيعجبوش ولا ما كيبقى فاهم والو ما كيبقى عارف اش غيدير، كيقرر انه يموت مباشره. صافي ما كيبقى ما كياكل ما كيشرب حتى كيودع. غريب، سلوك حيواني ولكن عجيب. الجزائر ورزق أهل واختار رجال الجزائر ليدينوا الحديد. قصة الملك المغربي الذي هزمته عنزة. تقول الحكاية المتواترة إن ملكا مغربيا جاء غردايا يقود جيشا عرمرما، أوله في المنيعة وآخره الله أعلم. المهم حاصر هذا الملك المغربي قصر المنيعة العتيق بغردايا الذي كانت تتزعمه مباركة بنت الخس. تواصل الحصار عدة أسابيع طمعا في استسلام أهل توريت، فالجيش المحتل لم يكن يستطيع الاقتراب ولا التراجع أكثر لأن القصر كان محصنا طبيعيا. فكرت مباركة بنت الخس داهية قومها وأميرتهم وأومأت للفجر ثم استرسلت: هل بوسع العنزة أن تنهي الحصار؟ هذه الأرض فيها 300 صحابي مدفون ما يعرفوش الجزائريين. هذه الأرض فيها نبي من أنبياء الله مدفون، سيدي يوشع، غزوات إلى يومنا هذا الناس ما تعرفش. أهل الجزائر كلهم هم من أهل الجنة، لأن الشهيد يشفع في 70 رجل من أهله، والجزائر بها 1.5 مليون شهيد في ثورة التحرير.
إذا كل واحد منهم يشفع في 70 هذه أكثر من 100 مليون. دونك كاينه غير هنا في الجزائر على هذه كاين دراسات راهم يقوموا بها باحثون يقولوا باللي يعني اهل الكهف كانوا في المنطقه تاع شمال افريقيا بالضبط في الجزائر. حتى نذكر انه اول رئيس حكومه او رئيس كان في سوريا هو كان من اصل جزائري. انا اقول بان الانسان الاول لو بروميي اوم نشأ في هذا بروميي اوم اخويا لا علاقه. لما دخلت مغاره إيجنجاوين ورأت تلك الالوان الخالده الثابته التي لم تتحول منذ 12,000 سنه. اول اللي دار بلازما في العالم هو جزائري. هو الجزائر. بجايه واش سموها قبل؟ درك ما نعرفوش. حتى كثير من اهل بجايه نسالهم ونقول لهم ماذا كانت تسمى بجايه انفا؟ ما نعرفش. انا ما تعرفش، لازمك تعرف. يا جماعه بجايه كانت تسموها مكه الصغرى. رايتم منذ ايام في شبكه فيس باباه وفيس امه صوره لغراب يمزق العلم الاسرائيلي. العمليه هذه وقعت هنا في الجزائر في سنه 1961 باللارج يا طويل القايمه. كان في العش نتاعو في ثكنه عسكريه يشوف هذاك الاعلام بالبلون روج ينزل عليه يقطعوه يديه العش نتاعو ويلطخوا. الجنود تحينوه واطلقوا عليه الرصاص فكسروا رجله فسقط. عقدوا مجلسا عسكريا وحكموا عليه بالسجن المؤبد. اول من شرح صحيح البخاري يا الجاهل جزائري. روما، امبراطورية روما كان ما خلاوتها بلاصه، ما خلاوتها واحد، ما خلاوتها اكتشاف علمي، ما خلاو توزع. انت عندها علاقات مع مملكة نوميديا. العلاقة تاعو شنو هي؟ خلينا من العلاقات قولوا شنو الامن. نوميديا هي مملكة نوميديا، هي المملكة التي تمتد من داخل التراب التونسي الى اخواننا جيراننا داخل تراب جيران. والعاصمة هي سيرتا. ما يقدرش يهضر، ما يقدرش يقول المغرب. قسنطينة كان فيها علاقات جيو سياسية وعسكرية ما بين المملكتين. عسكرية لأن هذه قوة وهذه قوة، قوات متوازنة. ولكن كانت تقتات روما من قمح ومن ما تنتجه أراضي نوميديا. يا مليح مبروك ان شاء الله. ان شاء الله مبروك ان شاء الله. مبروك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. هو منطقه ثاني مجاهده. منطقه مجاهده 100%. يكفي هذا الجهاز منطقه الكفاح. شكرا. الحمد لله. دم الشهداء كي يسحب لها الارض راح ان شاء الله يا تنتج مال الوطن. يا سيدي. يا سيدي. هاي التفاح. هذه التفاحه التي اصبحت رمز من رموز إشمول وآميس وبوحمامة ويابوس، رمز من رموز الإنتاج الوطني، رمز من رموز استرجاع الكرامة للجزائري. نرجعوا للتيك توك هذا في اللي اخترعوا وبدعوا هو محمد صحراوي في تيك توك مخترع الجزائري سميتو محمد صحراوي. كلمات واللي فهم صافي بركة عليا، بارك عليا. الفيديو راه باقي طويل، شي مرة أخرى نكملو. صدمتوني صافي، سعقتوني.